عليك. ماذا فعلت المذيعة سارة خليفة أثناء القبض عليها؟ مفاجأة كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة مع سارة خليفة، مذيعة ومقدمة برامج، بشأن تورطها في الانضمام إلى عصابة لتهريب وتصنيع المواد المخدرة عن اللحظات الأخيرة قبل القبض عليها. أهربي يا سارة. وخلال الاستجواب، نفت سارة خليفة التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها لا علاقة لها بتلك الواقعة، وأنها لم تكن على علم بالتهم المنسوبة إليها. كما ذكرت في إفادتها أنها تلقت مكالمة من أم فتحي تحذرها من تواجد الأمن في المنطقة، وطلبت منها مغادرة منزلها، لكنها قررت البقاء ولم تترك المكان. كما تطرقت التحقيقات إلى تفاصيل تفتيش منزلها، حيث أكد الضباط أنهم ضبطوا بعض المبالغ المالية والعملات الأجنبية والذهب في خزنة غرفتها، كما استجوبوها عن صلتها ببعض الأفراد، مشيرين إلى تورطهم في تهريب